احنا ما نشتي اي قضية نحزن عليها يومين 3 ايام وننزل مقاطع وخلاص، بعد 3 ايام 4 ايام اسبوع ونسينا كل شيء. لازم اي قضية تمر نتعظ منها. انت يا خال ويا خالة، اذا ابنك راح يشتغل بمكان لازم انت تعرف وين يشتغل ومع من يشتغل وايش الشغل اللي يشتغله. مو بس فلوس 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 فلوس، يعطيك فلوس وانت تنبسط، ما يعرف ايش يشتغل ولا من الرجال الذي شغال معه. وانتبه من كلمة تشوف فلان انت دخلت الغربة معاه سوا ولا اشتغلتم بالشغل هذا مع بعض، شوفوا هو ايش سوى وانت ولا سويت شيء. لا توصلوا اولادكم لمرحلة انهم يشتغلوا اي شغلة مقابل انهم يوفروا لكم المعيشة، يعني يرسل لك فلوس وانت تنبسط، ما انت عارف ايش يشتغل ولا ايش شغله ولا ايش يسوي ولا وين يروح ولا وين يجي ولا مع من بيمشي، بس تجيك فلوس. فاتمنى نركز على النقطة هذه. والله يرحم اخي هيثم العدني ويسكنه فسيح جناته وينتقم من كل شخص كان السبب.